السلام عليكم دكتور سعد. اليوم غادي نتكلموا على واش بصح أشعة الشمس تتنقص من الشحمة. مؤخرا داروا بزاف ديال الدراسات على الخلايا الدهنية لأن مشكل السمنة تيقيس واحد الشريحة كبيرة من العديد ديال المجتمعات. أبرزها واحد الدراسات دارت في كندا University of Alberta، واللي كشفت لنا على بزاف الأمور جديدة ما كناش كنعرفوها قبل على الخلايا الدهنية. أهمها هي أن الخلايا الدهنية بحال الخلايا العين تتحس بالضوء. لما تتعرض للأشعة الشمسية، الباحثين لاحظوا أن الخلايا الدهنية تبدا توجد المحتوى ديالها باش أنها تخوي. طبعا إذا تلقات ديك الشحمة وما تستعملهاش، يعني ما تحرقاتش باش تولي طاقة، غادي ترجع تستوكيها. وهاد النقطة مهم الناس اللي تيحاولوا ينقصوا الوزن أنهم ينتبهوا لها. عندنا واحد العدد شبه ثابت ديال الخلايا الدهنية تنحتفظوا به طوال الحياة ديالنا. هذيك الخلايا تتعمر وتتخوى على حسب الظروف اللي حطيناها فيها. إذا خوات ماشي معناه أنها صافي اختفت، بالعكس إذا رجعنا للنمط اللي كنا عليه ترجع تعمر بالشحمة كيف ما كانت قبل. لذلك بعض الناس تيشتكيو تيقول لك دكتور أنا تبعت الريجيم ودرت الرياضة وتعافيت، ولكن ملي قطعت كلشي رجع الوزن ديالي كيف ما كان قبل. طبعا لأن إذا حطيتي الجسم في نفس الظروف غادي يتأقلم بنفس الطريقة، والتغيير خاصو يكون في نمط العيش باش النتيجة تكون مستدامة. فباش نجاوب على السؤال اليوم، نعم أشعة الشمس تتحفز الخلايا الدهنية باش تخوي المحتوى ديالها، ويمكن هادشي يساعد في فقدان الوزن إذا الإنسان استعمل هذوك الدهون وحولها إلى طاقة. شاركوا هذا الفيديو مع الناس اللي تيحاولوا ينقصوا الوزن إذا استفدتوا منه، وتابعونا باش توصلكم معلومات صحية جديدة كل أسبوع.